السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قافل المؤشر على 18875 نقطة بصعود 0.4%. قيمة التداول 2 مليار 130 مليون. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم معانا التجاري 266 مليون، بعد كده بلتون 151 مليون، بعد كده مصر الجديدة 76، بعد كده سهم أوراسكوم 73، بعد كده القلعة 73 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع معانا قطاع الخدمات المالية 20%، بعد كده قطاع البنوك 15%، بعد كده قطاع التشييد ومواد البناء 9%، بعد كده قطاع الأغذية والمشروبات 8%. النهاردة عدد الأسهم التي تم التداول عليها 217 سهم بصعود 82 وهبوط 110 سهم. النهاردة المصريين كانوا بيع، أما العرب والأجانب كانوا شراء. طبعا أقصد بالمصريين اللي هم الأفراد والمؤسسات، وكذلك العرب والأجانب. أنا عايز أتكلم على سهم القناة للتوكيلات البحرية. سهم القناة للتوكيلات البحرية أعلن أرباحه النهاردة بأنها ارتفعت 95% عن 2022-2023. السهم ارتفع إلى 27 جنيه، أي نعم هو تراجع وقفل على 26 جنيه، 26 جنيه وربع تقريبا. للعلم انا اتكلمت على السهم ده من فترة، ولا ايام ما كان ب 23 جنيه ونص، 24 جنيه. اتكلمت عليه اكتر من مرة عندي في القناة وفي الجروبات. هسيب لحضراتكم لينك الجروبات، سواء جروب الفيسبوك او جروب الواتساب. هسيب لحضراتكم اللينك في اول كومنت تحت في الفيديو. طبعا السهم ده من الاسهم اللي ايراداتها دولارية، وبالإضافة إن السهم ده يعمل في قطاع النقل البحري، وقطاع النقل البحري بيشهد طفرة اليومين اللي فاتوا والفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. وإحنا كمان خلي بال حضراتكم، إحنا السهم وصل إلى 27 جنيه وإحنا لسه ما وصلناش إلى الطروحات اللي هي الخاصة بشركة بورسعيد وشركة دمياط، وده هيؤدي إلى طفرة أيضا في السهم. طبعا الطروحات دي هتبقى على اول السنة الجاية ان شاء الله، فنتوقع ان السهم ده ان شاء الله باذن الله هيوصل الى مستويات سعرية جيدة جدا ان شاء الله باذن الله. كنت حابب اتكلم برضو على سهم طاقة ارتفع النهاردة الى 11 ونص، وارتفع يعني بقاله فترة، يعني من ايام ما كنت بتكلم عليه وهو ب 8 جنيه، ونصحت الناس بيه ووصيت الناس انها تشتري في السهم ده. السهم تقريبا ارتفع 40%. كان في صفقة تمت النهاردة عليه بمليار جنيه و200 مليون على 154 مليون سهم، يعني سعر الصفقة تقريبا 7 جنيه و80 قرش. هو سعره كام دلوقتي؟ هو سعره 11 جنيه ونص. فاللي واخده ب 8 جنيه يخلي باله جدا ان هو السهم وصل الى 11 جنيه ونص، ارباحه تقريبا عدت ال 30%، فيخلي باله كويس جدا جدا جدا. بس دي كانت حاجة كنت حابب اتكلم فيها النهاردة. احنا اتكلمنا في اخبار البورصة، واتكلمنا في سهم القناة للتوكيلات وسهم طاقة. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، واتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، واتمنى ان حضراتكم تنضموا الى جروب الفيسبوك وجروب الواتساب. هسيب لحضراتكم لينك الجروب تحت في الفيديو. وشكرا جدا ليكم، واهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة ثانية. شكرا لكم.